السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي اسبوع كده ما تقابلتش معاكم من خلال قناتي. للأسف مش عارفة ادخل عليها. ربنا يسهل ان شاء الله، باذن الله اروح يا الخميس يا الجمعه عشان ام ادم تشوف لي ايه اللي فيها. وحشتوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم دايما منوريني، وكل سنه وانتم دايما بتسعدوني. بشكركم جدا جدا على كل كلامكم الطيب اللي بتقولوه من خلال قناه ام ادم. تمام. النهارده عايزه اقول لكم ايه اللي حصل في العزومه. اللي حصل في العزومه حاجه مش متوقعه ابدا ابدا. طبعا الفيديو ده فيديو اكل او فيديو طبخ، ولكن انا حبيت كده اخد 4 دقايق اسلم عليكم واقول لكم وحشتوني، واحكي لكم اللي كان يعني حاجه ما كانتش منتظره ابدا في العزومه. تمام. هقول لكم ايه اللي حصل، بس الاول اقول لكم انا بعمل ايه. طبعا انا لقيت المطبخ متكركب، فقلت يا بنتي يا نصرة حاولي كده ايه تروقي الدنيا كده قبل ما تعملي الاكل. لما تكون الدنيا رايقة كده نقدر نعمل الاكل ونقدر نرتب نعمل اي حاجة. لكن طول المطبخ ما هو متكركب مش عارفين. راسنا من رجلينا، راسنا من رجلينا، راسنا فوق يا نصرة ورجلينا تحت. ايه يا حبيبتي مالك يما في ايه؟ يعني عايزة اقول لكم، طول ما المطبخ فعلا مكركب ما بنعرفش نشتغل فيه، ولا بيجينا نفس ان احنا نطبخ ولا نعمل اي حاجة. فلازم كده نروق الدنيا كده، نخليها ظريفة لطيفة جميلة حلوة كده. فقلت يا بنتي يا نصر امسكي المطبخ كده روقيه، وشيلي كل حاجة مكانها، وظبطي الحياة وظبطي الدنيا. اللي حصل يا حبايب قلبي ان في ناس جت كانت عزومة بس مش عزومة كبيرة. يعني كانوا جماعة قرايب، الناس اللي انا ايه معاهم يعني. تمام. فالمهم اللي حصل، الناس طبعا اكتر حاجة بتخلي العزومة، طبعا عزايم رمضان طبعا مفيش اجمل ولا احلى منها. خاصة لما بيكون فيها أطفال، يعني أغلبية المعزومين فيها أطفال. تمام. اللي حصل إن كانت جاية برضو ست بتشتغل مع الأطفال دولت مع الناس، يعني كانت جاية معاهم. فالمهم بعد ما طبخنا وعملنا كل حاجة، لا بعد ما ايه، هم بعد ما فطروا انا اللي طبخت وهم جم فطروا. فالمهم جم، وبعدين اللي حصل، اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، طبعا المطبخ اتكركب والمواعين كترت والدنيا اتلعبكت، وكل عائل اللي يشرب في كوباية يرميها وياخد كوباية غيرها، اللي ياكل في طبق يرميه وياخد طبق غيره. طبعا انتوا عارفين ما شاء الله الأطفال، ربنا يخلي يا رب. المهم عايزة اقول لكم ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ طبيعي ان انا اول الاطباق ما بتتشال بنغسلها، الدنيا بتروق. وفجأة يا جماعة ما لقيناش فيه مية. اه والله العظيم ما لقيناش فيه مية. بعد الفطار مباشرة ما فيش مية. نقلب يمين شمال، قلت المدام يا مدام شوفي يمكن العيال الصغيرين دخلوا الحمام وقفلوا المحبس بتاع المية. لكن دورنا ما لقيناش فيه اي حاجة ولا ريحة المية. وطبعا الدنيا تضرب تقلب، واللي عايز كوباية واللي عايز معلقة، المواعين مش نظيفة واللي المهم بقيتني متضايقة جدا ومتنكدة جدا. بعد الفطار على طول مدام قالت لي ايه، خلي الست دي يعني ايه يعني ايه تغسلك المواعين، اللي هي جاية مع قريبتهم اللي بتشتغل دي. المهم فانا قلت كويس والله هتساعدني وهتريحني. لكن للاسف زي ما بقول لكم كده فضلت الميه مقطوعه. فين وفين كلموا الشركه تبع الكومباون اللي هم قاعدين فيه، ولكن الشركه قالت لهم انتوا الكارت بتاعكم خلص. كارت؟ اول مره نعرف ان الميه اتعمل لها كارت. يعني شوفوا كده، لو انتوا بتستحموا والميه قطعت عليكم تقعدوا بصابونكم؟ انا مش عارفه، قولوا له كده، الموضوع ده جديد. انا اول مره اشوفه. المهم دخلنا هنا على الاكل. كنت عامله طاجن رز معمر. تمام. والرز المعمر بعمله ازاي؟ باخد معلقتين زبده. دي كانت الفخار ده كان فيه ايه، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الرز، كوبايتين ونص من الحليب، معلقتين زبادي، معلقتين زبدة، معلقة زيت، معلقة ونص ملح من الصغيرين، ونص معلقة سكر. تمام. هنا بقى دخلنا على الكفتة بتاعتنا. واليومين دول شغالين في الكفتة. حطينا ايه بقى، حطينا بصلاية وشوية بقدونس وملح وفلفل وتوابل من بتاعة الكفتة.
تمام. ومعايا نص كيلو من اللحمة هاخده بعد ما طحنا البصل، بصلاية مع فصين توم مع شوية البقدونس مع شوية التوابل اللي هم عبارة عن شوية كمون وشوية فلفل وشوية ملح وشوية توابل بتاعة اللحمة او بتاعة الكفتة. تمام. توابل كفتة من كنور، حطيت معلقة كده كبيرة مليانة، بس ما بيبقاش فيها ملح، بيبقى فيها توابل وشطة وبتاع بس ما بيبقاش فيها ملح. تمام. فحطيت قد ايه؟ حطيت نص معلقة ملح صغيرة، ولو احتاجنا نحط. هنا حطيت بعد ما اتهرست الكفتة معايا كويس، حطيت معلقة من الصلصة، وهنا حطيت معلقة من الكاجو. الكاجو بيدي دسامة وطعم حلو للكفتة. طيب نصر هيقولوا لي يا نصر ايه يا نصر كاجو، يا نصر الكاجو بقد ايه؟ دي معلقة واحدة. وبعدين الكاجو ده كان حبة، كان جاي لنا هدية يعني. تمام. لكن ممكن نحط سوداني، السوداني بيدي دسامة، كل المكسرات بتدي دسامة وطعم حلو. فانا حطيت اختياري، اللي عايز يحط يحط. هنا بعد ما فرمت الكفتة بتاعتي حطيت نزلت بمعلقتين بقسماط. تمام. علشان كانت طرية زيادة عن اللزوم. تمام حبايب قلبي. تمام. وكمان زودت شوية ملح، حسيت برضو انها ملحها قليل، زودت شوية ملح. وبعد ما تمسكت وبقت لذيذة ولطيفة وجميلة وحلوة كده، صبعتها. صبعتها على طول يعني. تمام. صبعتها زي ما انتوا شايفين كده، لو بتلزق بس هي مش بتلزق قوي. عوزت ايدي سنة من الزيت وعملتها كده. وبسم الله ما شاء الله الكفتة من الحاجات اللي موفرة جدا. يعني تحطي معلقتين بقسماط وتحطي بصلايه وتحطي مش عارفه بصل، ده الدنيا زادت معاكي. مش عارفه انا قلت لكم حطيت بيضه فيها وانا بعجنها ولا لا؟ قلت لكم صح؟ طب لما قلت لكوش انا حطيت بيضه فيها. تمام. بيضه نيه طبعا. تمام. وما تقلقوش مفيش اي ريحه زفاره ولا اي حاجه. تمام. آه فاول مره اشوف موضوع ميه بالكارت دي. يعني تخيلوا ان انتوا لو بتستحموا والميه قطعت عليكم هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه بجد؟ موضوع مش مش احلى حاجه يعني. هنا طبعا بصب البتاعه دي لان هعمل عليها سمبوسك، والسمبوسك اللي هعملها عليها سهله وسريعه، عباره عن كوبايه من الدقيق على رشه من الملح ورشه من الخل وشويه ميه وبس انا طبعا بنضف الخشبه ديت وعملتها بالخل وكمان نشفتها. وحته العجينه دي كانت في قلب الكيس. تمام. احط شويه دقيق لزاز لطاف كده، وهطلع العجينه بتاعتي افردها قوام قوام زي السيمه. اسهل من ام رقات ونعمل رقات ونعمل بتاع. بس على فكره اللي هي ام رقات المقرمشه اللي انا بتبقى رقات كده عامله زي الرقاق، دي طعمها احلى. اللي هي بتاعت اسمها ايه دي؟ اللي هي بتاعت اللي انا بعملها رقات دي، دايما بعملها صوابع معاكم دي، هي طعمها احلى بصراحه من دي. بس يعني تغيير واسرع. بدل ما نقعد نعمل ونسوي على النار وبعدين نخلع من دي من دي وبتاع. والله الاتنين بالنسبه لي سهلين، ما هموش قصه، بس التانية طعمها احلى. وكمان دي لما جيت ما قليتهاش، حطيتها في الفرايز. طبعا الفرايز علشان ما الحاجه ما تشربش زيت، ولكن طبعا مش احلى حاجه الفرايز في الحله الهوائيه، مش احلى حاجه في السمبوسك. بس اللي عنده مشكله صحيه او اللي عامل رجيم او اي كان، فممكن يستعمل اللي هي الحله الهوائيه، لانك انت بتدهنيها زيت بس وبتحطيها في الحله الهوائيه. وزي ما انتوا شايفين كده عملناها ايه زي القطايف كده وقفلناها. ودي كانت الحشوة، كانت عبارة عن بسطرمة وشوية جبنة. يعني ايه، الجبنة والبسطرمة مضروبين كده في الخلاط او مضروبين في الكبة ضرب مبرح. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده بنلفها، بنعملها على ايدينا وبنقفلها كده عشان ايه، ايا كان ما تفكش، واحنا سواء كنا بنقليها او بنعملها، لانها بترتفع يعني بتتنفخ كده. تمام. هنا بقى هنقلي الكفتة بتاعتنا الجميلة. حطينا شوية من الزيت ومعلقة من الزبدة. قولوا لي اول مرة استعمل زبدة جنة. انا دايما بستعمل نيوزيلندي بس ما كانش فيه، استعملت زبدة جنة. قولوا لي انتوا بتستعملوها حلوة ولا لا، عجباكم ولا لا؟ انا حاسة استعملتها مش حاسة انها، يعني حاسة انها معقولة يعني. قولوا لي كده انتوا بتستعملوها في الاكل ولا لا؟ وجنة احلى ولا فرن؟ لان انا بقالي كتير انا اول مره استعمل جنة، بس فرن استعملتها بس يعني مش عجبتني قوي يعني. بس دي حاسه انها شغاله يعني.
هنا بقى بقلي الكفتة الجميلة اللذيذة، وبرده ما قلتش الكفتة كلها، قلت منها شوية. كمان عملت فاصوليا خضراء من غير طماطم. شوحت البصل والثوم وحطيت الفاصوليا، شوحتها كده معاها. وقولوا لي برضو ايه رأيكم في الاكل والظرافة واللطافة. وكمان عملنا دايما، انا بعمل البطاطس في الحلة الهوائية، بتاخد نقطة من الزيت ورشة من الملح، ولا اي حاجة، سهلة جدا ومقرمشة وحلوة جدا، متشبعوش منها. وفي نفس الوقت مش طبعا ما بتشربش زيت لان اصلا ما فيهاش زيت. قولوا لي كده ايه رايكم في الاكل، وايه رايكم في اختياري في الاكل. اكل بسيط جدا. وكمان عملت شوربه شعريه حبه صغيرين، شعريه او لسان عصفور. محدش يعني من الاطفال بيشرب شوربات غير ديت، فلذلك تلاقوني كتير بكررها. وكمان عملت عصير ليمون بالنعناع. واكل بسيط ولذيذ وخفيف، وما بنعملش كتير، بنعمل اكل قليل. قولوا لي رايكم ايه في اختيار الاكل القليل، قولوا لي ايه رايكم في تنسيق اختياري للاكل. حبايب قلبي بشكركم جدا، بتمنى انكم تشاهدوا الفيديو وتعملوا لايك وتشيروه. وهنا طاجن الرز المعمر الجميل بتاعي، وهنا الكفته وسطها شويه سمبوسك، وهنا السلطه، وهنا الفاصوليا بتاعتي الخضراء وقطعت حواليها كده شويه جزر، وهنا البطاطس المحمره، وهنا الشوربه. عايزه اقول لكم اكل جميل ولذيذ وبسيط وقليل، مش مكترين ومش عاملين مليون صنف. بس الاساسي اللي لازم يكون على البتاع هي السمبوسك والشوربه. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا حلوين.